هنعمل النهاردة مع بعض البسبوسة المكرملة، بسبوسة الحلواني. في حلة على النار هحط نص كوباية من السكر واسيبه لما يبقى كراميل. هنزل بعد كده بنص كوباية من الحليب الفاتر، نص كوباية من السمنة، وهديهم كده تقليبة مع بعض لحد ما السكر كله يدوب وما يبقاش فيه اي تكتلات. معلقتين كبار من عسل النحل، 5 معالق من جوز الهند، اديهم تقليبة كده لحد ما كل حاجة تدوب وارفع من على النار. انزل بيهم في بولة فيها كوبايتين من دقيق السميد الوسط، هقلبهم مع بعض ومش هبالغ في التقليب خالص. هجيب صينية عندي مقاس 24 وهدهنها بالسمنة وهحط فيها الخليط وابدأ اسويه كده، واكون مسخنة الفرن على حرارة 180. انا زينتها بشوية من اللوز، طبعا ممكن تحطوا اي نوع مكسرات تاني وممكن تخلوها سادة كمان. بعد كده اول ما خدت لون واستوت قعدت تلت ساعة في الفرن، هسقيها وهي سخنة والشربات سخن. بالشربات هغطيها واسيبها تبرد تماما قبل ما اقطعها عشان تكون متماسكة بالشكل ده. وبس كده، بسبوسة حلوة قوي